تهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وحديث سوف يكون عن فقه الخلاف والاختلاف، وحديث أيضا حول شبهات سوف تعرض لنا في هذه الحلقة. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم أرحب بضيفي الشيخ محمد الحسن ولد الددو. مساك الله بالخير والحمد لله على السلامة. حياكم وسلمكم الله. أنا أعتذر عن هذه الرحلة الشاقة والمرهقة وأتمنى أنه ما تكون تعبت يعني فيها. أبدا الحمد لله. الله يعطيك العافية. المسائل الخلافية في الشريعة الإسلامية هي مسائل كثيرة، ولكن نريد أن نعرف ما هو حدود الخلاف السائغ وحدود الخلاف غير السائغ، سواء في المسائل العقدية والأصولية أو حتى في الفروع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وآتاه وسائل العلم من السمع والبصر والفؤاد، وعلم أن للإنسان مناطق يحتاج إليها لا يمكن أن تصل إليها جوارحه ولا أن يصل إليها عقله، فغطاها له بعلم من عنده، هو الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فجعل الله للوحي منطقة لا يمكن أن يتسلط عليها العقل ولا عمل له فيها، وجعل للحس والجوارح منطقة أخرى، وجعل للعقل منطقة مختصة، وجعل بعض المناطق مشتركة بين العقل والحس والوحي، بأن لا يكون العقل جازما فيها مانعا من حصول الخلاف، وأن لا يكون الحس فاصلا فيها كذلك، فيكون العقل معملا للاستنارة بالوحي وللحواس معا. ولذلك أمكن أن ينقسم الشرع المنزل إلى قسمين: إلى واضح الدلالة صريح صحيح، وهذا من ثوابت الشريعة لا يختلف فيه، وإلى غير ذلك من ما ليس واضح الدلالة أو مما يمكن أن يختلف في صحته. فهذا أراد الله أن يكون مثارا للعقول ولاختلافاتها والاختلاف الاجتهاد، وقد أحال الله إلى أذهان المجتهدين وقرائحهم عندما قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنا لم يقل لعلموه جميعا، لو كان المقصود أن في الوحي بيانا لكل ذلك لكل ما يختلف فيه لقال لعلموه، لكنه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهم الذين يمكن أن يعملوا العقول في دلالات الوحي التي لا يغطيها بصريحه. فالوحي يمكن أن يدل على المعنى بمنطوقه وبمفهومه وبضرورته ومقتضاه وبمعقوله الذي هو القياس عليه. فلذلك ما كان من ثوابت الشريعة فليس الخلاف فيه سائغا ولا مقبولا، وما كان من مجملات الشريعة ومن المتغيرات التي تتغير بحسب الأحداث والأشخاص والأوقات فهذا للعقل فيه مجال فيمكن أن يختلف فيه الناس. وإذا أردنا أن نبحث عن أصل الخلاف والاختلاف نجد أنه المرجع، فإذا كان مرجع الأمر وحي لا يقع الخلاف، لأن الوحي لا اختلاف فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا كان المرجع فيه إلى العقل فلا بد أن يقع الخلاف لتفاوت عقول الناس، والناس متفاوتون في فهمهم وإدراكهم ومستويات عقولهم. وقد قال ابن عطاء الله: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. أقل الناس عقلا يظن أنه أعقل الناس وأنه مستوعب لكل شيء محيط به. وبهذا يتبين أن الخلاف كذلك ينقسم إلى قسمين: إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. فالخلاف السائغ هو في المنطقة التي يمكن فيها إعمال العقل، لم يحسمها النص ولم يحسمها الحس. والخلاف السائغ أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى خلاف محسوم وخلاف غير محسوم. فالخلاف المحسوم هو الذي ترجحت إحدى كفتيه بدليل راجح، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح، والأخذ به كذلك حتى في العقائد واجب لا راجح. ويبقى القسم الثاني وهو الخلاف السائغ وغير المحسوم، فهذا توسعة الله على عباده ولا يمكن أن يسده أحد،
والمجال فيه قائم إلى يوم القيامة، وباب الاجتهاد فيه لكن ما هو الشيء اللي من الخلاف غير السائغ واللي تتكلم عن ثوابت الشريعة؟ هل هو المعلوم من الدين بالضرورة مثلا؟ المعلوم من الدين بالضرورة إذا أحصي وعدد فإننا سنجد أنه هو المحسوم بالوحي أو بالحس. مثلا ما حسمه الوحي سواء كان في مجال العقائد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكما بينه أيضا في الإسلام في قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتفصيلات هذه التي هي عملية حسية لا يمكن أن يختلف فيها، كأدائه للصلاة وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فرأينا أعداد الركعات ورأينا ترتيب أداء الأفعال ونحو ذلك، فهذا مما هو محسوم لا يسوغ فيه الخلاف ولا يمكن أن يحصر، ولذلك لم تتجه أقلام العلماء ولا ألسنتهم إلى حصر المعلوم من الدين بالضرورة، وإن كان بعضهم اتجه إلى حصر محل مواضع الإجماع ومواقعه فألف عدد منهم في ذلك، وإن كان لا يخلو من الإجماع يعتبر من الخلاف غير السائغ. نعم، ولا من الخلاف لا يمكن أن يخالف إجماع الأمة إذا انعقد الإجماع، لكن لا بد أن يتحقق أنه انعقد. وتحقق انعقاده من الأمور الشاقة لا يحكي الإجماع إلا من هو متمكن، والذين يحكون الإجماع في تاريخ الأمة عددهم يسير. مثلا إذا تجاوزت ابن المنذر وابن قدامة وابن القطان وابا عمر بن عبد البر وابن تيمية وابن حزم ما لا تجد كثيرين من الذين متى نعذر للمخالف ومتى انه لا المفروض ما نتهجم عليه؟ احنا نشوف انه في تهجم كثير على المخالف حتى في الخلاف السائغ اللي قاعد. لا، بالنسبة للخلاف السائغ لا يمكن التهجم على صاحبه، لأنه تعبد الله بما أمره أن يتعبده به، وهو أن يعمل اجتهاده وهو أهل للاجتهاد. فمن ليس أهلا للاجتهاد أصلا نعم يتهجم عليه من جهة أنه هجم على ما ليس يستطيعه. وقد قال أبو العلاء المعري أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. فمن ليس لديه آلية ولا وسيلة لفهم النصوص ولا لاستيعابها ولا لاستنباط الأحكام منها فهجم عليها بعقله وبمجرد هواه فهذا يلام على ذلك. لكن من كان من أهل الاجتهاد وله ملكة ودراسة وإلمام بالفروع وهم متفاوتون في ذلك، ولا يمكن أن نضع حدا نقول هذا الحد الأدنى وهذا الحد الأعلى لتفاوت الناس في ذلك، وهي منح إلهية ومواهب اختصاصية كما قال ابن مالك في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. طيب متى ننكر في مسائل الخلاف؟ هل الإنكار في مسائل الخلاف هذه قاعدة أشرت إليها في كلامك الآن، وهي قاعدة فقهية مشهورة في المذاهب كلها، وهي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ولا بد أن نجليها قليلا إذا سمحت. تفضل. فلا يقصدون بالإنكار بلا إنكار بمعنى لا مناظرة ولا مجادلة. فهذا من رأى أن رأيه هو الصواب وأن له أدلة عليه له أن ينكر قولا يبين أدلته. نعم، من ينكر رأي من يخالفه ويقول هذا غير صحيح في رأيي واجتهادي، كما كان الشافعي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لكن معنى القاعدة أنه لا إنكار بمعنى لا احتساب على من أخذ بأحد القولين. والإنكار هنا إنكار المنكر. الاحتساب معناه إنكار المنكر. يعني أنا إذا كانت مسألة علمية لا أنا أقول لك أنه أنت رأيك خطأ وهذا رأيي. لا، هذه مثلا مسألة علمية يعني بين العلماء يبين وجه اختلف فيها المجتهدون. نعم. فذهب أبو حنيفة فيها إلى مذهب وخالفه الأئمة الثلاثة، أو ذهب فيها مالك إلى مذهب وخالفه الأئمة الثلاثة. نعم. فلا إنكار فيها على من ارتكب أي طرف من الطرفين، لا يمكن أن يقام عليه حد ولا تعزير ولا أن يحتسب. يعني مثلا لو شفت أنا مثلا امرأة أخذ الحجاب كشف الوجه نعم. وهي تعمل بقول فقهي، أنا في هذه الحالة لا يسوغ لي أن أذهب وأنكر عليها أحتسب عليها في الإنكار. لا يمكن أن تنصحها فقط، وحينئذ نصيحتك لها أمر بمعروف لا نهي عن منكر. تقول لها ستر وجهك أعف لك وأطهر. لا أنا أتكلم عن منكر، إنكار منكر. لا إنكار في مسائل الخلاف. لكن هنا جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فأراد أن يقيد هذه القاعدة. ماذا فقال المقصود بمسائل الخلاف التي لا إنكار فيها مسائل الاجتهاد، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النوادي. في الخلاف السائغ اللي يتكلمنا عنه. خلاف السائغ الذي رأى أنه لا بد أن يكون خلافا للمجتهدين للاجتهاد في مجال. فرد عليه الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير فقال: إذا علم
أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل اجتهاد، وقد علم أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الاجتهاد. فترجع القاعدة إذن إلى أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومن أمثلة ذلك مثلا النكاح بلا ولي، فمذهب أبي حنيفة صحته، وذلك أن أبا حنيفة يرى أن الزيادة على النص نسخ، وأن النسخ لا يمكن أن يكون إلا بالمساوي. فقد قال الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولم يشترط الله الولي في كتابه. فكان هذا نصا محكما من كتاب الله. وجاءت الأحاديث وهي زيادة على النص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ومثل حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. فمذهب الجمهور أن النكاح بلا ولي باطل لهذين الحديثين. ومذهب أبي حنيفة أن النكاح لا يشترط له الولي، ولكنه زيادة فضل وخير فقط. والسبب أن هذه زيادة على النص القرآني، وهي بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا تقوى على نسخ المتواتر الذي هو القرآن هنا. فهذا مذهب أبي حنيفة، فلا إنكار في هذه المسألة. طيب إمام المسلمين هل له أن يحجر على القول الذي يرى أنه في تشويش على الناس؟ هذه المسألة حصل الخلاف فيها في أيام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد أن يحجر على الناس في مسائل تخالف مذهبه، فنادى مناديه بالنهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج، مع أن هذه المسألة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اجتهاد الخليفة يرى أن الناس تجاسروا على الأمر فأصبحوا لا يحرمون إلا يوم التروية، وهو أراد أن يبقوا شعثا غبرا على إحرامهم، وأن يسوقوا الهدي ويقلدوه وأن يلبدوا الشعر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهاد من الخليفة لمصلحة الناس، تربية لهم وزيادة في أجرهم. فسمع ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يعلف ناضحين له، فنفض العلف من يديه وقال: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فقيل له: أتخالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم، إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إذا كان فيها الاجتهاد في مقابل نص لا ينظر إلى المخالف أيا كان، فلا كلام لأحد مع الله ورسوله. يعني لا يحق للإمام أن يحجر؟ لا يحق له أن يحجر في مقابل نص، في مقابل دليل. أما إذا كانت مجرد اجتهاد فقد اجتهد عدد من الأئمة فيما بعد في الحجر على بعض المفتين، لأنه أحيانا بعض المفتين يعطي أبو ذر رضي الله عنه حجر عليه عثمان رضي الله عنه في الفتوى في بعض الأمور التي كانت تخالف رأي الأكثر، ورضي بذلك أبو ذر. ولما جاءه بعض المتنطعين وهو في الربذة وأرادوا أن يؤلبوه على الخليفة امتنع من ذلك، وقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بطاعة أولياء الأمور وأنه لن يخالف أمر عثمان رضي الله عنه. ولكن في مسائل أخرى فيها الدليل لم يسمع لعثمان فيها، وقال: والله لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، فاستطعت أن أنفذ شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجهزوا علي لفعلت. ومثل ذلك أيضا حجر بني أمية على المفتين من أهل مكة أن لا يفتي في الحج إلا عطاء بن أبي رباح، فقد خالفهم الناس في ذلك. لكن بقي هذا على الأقل إرشادا للعوام وللدهماء أن يذهبوا إلى فتوى عطاء بن أبي رباح، ويعلمون أن جمهور الناس لن يأخذوا بذلك، والدولة لم تعاقب أحدا خالف أمرها. متى ينتقل الكلام من قول معتبر ومن خلاف إلى شبهة؟ أحيانا نسمع أنه لو جبت فتوى معينة أو كلام لم يعتده الناس قالوا هذه شبهة، ليش تلقي بالشبهات على الناس؟ لماذا متى أقول أنه هذا الشيء هو شبهة؟ بالنسبة للشبهة ما يشبه الدليل وليس بدليل، فليست هي في الأمور الاجتهادية، إنما هي فيما يستدل به. فإذا أراد الإنسان أن يستدل بدليل وهذا الدليل مخالف، يعني مش في الأحكام، هي في الأدلة، هي في الأدلة ليست في الدلالات. ولدينا فرق بين الدلالة والدليل. فالشبه من جنس الأدلة لا من جنس الدلالة. فإذا جاء إنسان واحتج بدليل عقلي لديه أو بدليل نقلي وهو غير صحيح، فهذا الدليل يسمى شبهة لأنه يشبه الحجة وليس بحجة. وكل ما يشتبه ولا يظهر وجه الحق فيه من الأحكام فيما سوى ذلك قد يسمى شبهة ومشبهة. ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قد اختلف أهل العلم في المشتبهات والشبهات، فقد عبر بالعبارتين في هذا الحديث على 5 أقوال. القول الأول أنها ما تعارضت فيه الأدلة، والقول الثاني أنها ما اختلف فيه الراسخون من أهل العلم، والقول الثالث أنها ما اجتمع فيه الحلال والحرام من الأموال، والقول الرابع أنها المكروهات، والقول الخامس أنها ما سكت عنه ما لم يرد فيه نص شرعي. وقد ذكر النووي رحمه الله أن الأقوال الأربعة الأولى محتملة، فالقول الخامس ضعيف، وهو تسمية المسكوت عنه شبهة، فقال ما سكت الله عنه فهو إما عفى عنه، وقد ورد في ذلك حديثان وإن كان كل واحد منهما معللا لكن يقوي أحدهما الآخر. فما سكت عنه فهو إما عفى عنه، هذا لفظ. واللفظ الآخر وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فيتعاضد الحديثان فيكونان حجة على أن المسكوت عنه من جنس المباح. وعلى هذا فالتفسير الشبهة بالأقوال الأربعة سائغ، ويرجع هذا إلى القاعدة التي قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير عندما قال إن تفسير السلف لا يقصد به الحصر وإنما يقصد به البيان. كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل المقصود أن هذا الجنس يفهم بهذا. فلذلك يمكن أن نفسر الشبهات بأنها ما تعارضت فيه الأدلة وما اختلف فيه الراسخون من أهل العلم وما اختلط فيه الحلال والحرام من الأموال وما كان مكروها أو خلاف الأولى بدون القول الخامس. لا، أنا أريد أن أدخل إلى قضية المناظرات وقضية الحوار مع المبتدعة. يعني هل هذه من الحوارات أو الحوارات السائغة بناء على الخلاف السائغ وعدمه، وهل تشوف أنها مناسبة ولا غير مناسبة؟ نعم، بالنسبة للأصل أن الحوار والاستدلال والمناقشة والمجادلة إقامة للحجة، وهي مطلوبة مع كل أحد حتى مع الكفار. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمجادلة، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وبين له آداب المناظرة والمجادلة، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجادل أهل الكتاب ويجادل المشركين، وبين الله أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوا المؤمنين. في قضية الميتات لما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وقبل النزول كثير من الأحكام أنزلت سورة الأنعام، وفيها ذكر المحرمات من اللحوم ومنها الميتات. فيها قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فجاء الشياطين إلى المشركين من قريش فقالوا يحرم عليكم محمد ما ذبحه الرب بشمشار من ذهب ويحل لكم ما ذبحه هو بيده. فهذا من وحي الشياطين إلى أوليائهم ليجادلوا. فأنزل الله في هذه السورة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، يعني أنت هذه دلالة على أن الجدال في كل شيء، في المجادلة في كل شيء، حتى في أمور الإلهية وإثباتها، إثبات الرسالة، إثبات الوحي أنه من عند الله، كل ذلك إثبات الأحكام، كل هذا يشرع فيه الجدال، لكن الجدال بآدابه وبالتي هي أحسن. بعض اللي يتكلمون في الجدال وفي الحوارات يقولون أنه الحنابلة صاروا هم وهابية والشافعية صاروا أشاعرة، يعني الحوارات الفقهية امتدت، والمالكية صاروا ماتريدية والأحناف صاروا صوفية، يعني والعكس. يعني هذا هل فعلا أنه هل هي تطور طبيعي لهذا الخلاف أم هذه لا، بالنسبة لهذا التعميم ليس على إطلاقه. فليست هذه المذاهب متلازمة. فأنت الآن تجمع بين مذهب فقهي يتعلق بالأحكام الفقهية، وهذا تخصص صاحبه، وبين مذهب عقدي يتكلم في أمور أخرى، وليس بينهما أي تلازم. نعم، كان أبو منصور الماتريدي من أتباع أبي حنيفة، وكان أبو الحسن علي الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري من أتباع الشافعي، ولكن ليس معنى ذلك أن الشافعية جميعا اتبعوا الأشعرية وأن الحنفية جميعا اتبعوا الماتريدية، فهذا غير صحيح.
فلذلك المسائل هنا لا بد من التفريق فيها. فالمسائل التي حسمها النص ليست مذهبا لأحد، لا للشافعي ولا لأحمد ولا لمالك ولا لأبي حنيفة ولا لأحد، هذا وحي منزل لكل المسلمين. فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول كون الظهر 4 ركعات في الحضر مذهب أبي حنيفة أو مذهب أهل السنة مثلا، وقالوا لا، هذا ليس مذهبا لأحد، هذا وحي منزل طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورانا إياه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يمكن أن يأتي أحد فيقول بعد القيام في الصلاة يأتي الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس ثم السجود، وهذا مذهب أبي حنيفة مثلا. قالوا لا، هذا الإسلام، هذا الدين، هذا الدين. فلذلك سواء كان هذا في الجانب العقدي أو في الجانب العملي كله فيه مسائل من هذا القبيل محسومة وليست مذهبا لأحد، وفي مسائل أخرى قابلة للاجتهاد سواء في العقائد أو في الفروع. أو في طيب، استعداء السلطة في مسائل الخلاف. نلاحظ أحيانا يعني بعض الفرق عندما يكون هناك خلاف على مسألة اجتهادية معينة نجد أن بعضهم حتى يفرض رأيه يحاول أن يستعدي السلطة بالقوة. هذا صحيح. منهج شرعي هذا؟ لا ليس شرعيا، لكن مع الأسف ابتليت به هذه الأمة في عصور مضت، وسجن كثير من علمائها الكبار. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية سجن مدة طويلة، أولا في الإسكندرية ثم بعد ذلك في قلعة دمشق حتى مات فيها بسبب استعداء مخاصميه للسلطان عليه وتقويهم بالسلطان عليه. وحصلت فتن قبل ذلك كفتنة القشيري ببغداد بين الحنابلة والأشاعرة، وكفتنة الحنابلة مع الخطيب البغدادي ومع أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. فهذه فتن وليست محمودة، ونسأل الله أن يغفر لطرفيها. ولكن الواقع أنها من التحجر والاستعمال القوة. طيب. والجدال والحوار بالتي هي أحسن هو المقابل لاستعمال القوة. لأن استعمال القوة قد يكون بقوة الإنسان كمن يريد أن يرهبك فيفرض عليك رأيه، يعني هو نوع من أنواع الإرهاب. نعم، هو نوع من أنواع الإرهاب، سواء كان بقوته هو الشخصية أو بقوة سلطان يركن إليه أو بقوة الجمهور الذي يتبعه. فهذا من الإرهاب. موافقة الجماعة في المسائل الاجتهادية التي تراها أنت مرجوحة، يعني أنت لا تتبنى هذا الرأي لكن توافقهم، تقول علشان أصير أنا مع الجماعة وأخفي الرأي الذي أنا مؤمن به وأن كنت أظنه أنه هو الراجح. هذا في مسائل سياسة الدنيا مطلوب. وش السياسة الدنيا؟ السياسة الدنيوية مثلا أن ترى هذا الرأي يؤلف الجماعة ويصلح شأن الرعية، فلا يمكن أن تعدل إلى رأيك الذي تراه صوابا. نعم. وهو مفرق للناس ومثير للدهماء. فحينئذ تعدل عن رأيك وأنت تعلم أنه هو الأصوب، لكن تعدل عنه في مقابل رأي آخر، في الميزان نفع آخر أهم منه، وهو اتفاق الكلمة واتحاد الصف. وقد اتخذ بعض القرارات من هذا القبيل كتحريم بيع أمهات الأولاد، اتخذه عمر رضي الله عنه سياسة ووافقه عليه الجماعة. فلما كان في خلافة علي رضي الله عنه أراد أن يعدل عن ذلك الرأي إلى رأيه الذي كان يراه وهو بإباحة بيعها. فقال له عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. فضحك علي وأقره على ذلك. نعم. وهذا بيان أن هذا النوع هو من مسائل السياسة التي يقصد بها جمع الكلمة. فالمرجوح الذي يؤلف القلوب ويجمع الكلمة خير من راجح ليس كذلك في أمور الدنيا. أما أمور الدين فليس فيها محاباة لأحد. فلذلك السياسات الدنيوية ومصالح الرعية ينظر فيها إلى ما يجمع القلوب ويؤلف. نعم. طيب، الآن اختلاف الجماعات الإسلامية وتحزبها، وأنه هذول فرقة وهذول فرقة، سواء تحزب سياسي أو تحزب فكري ومنهجي، هل هذا هو نوع من الفرقة التي تفرق الجماعة، أم هذا هو نوع من التنوع التي يسع في الشريعة؟ نعم. بالنسبة للخلاف في الأمور الاجتهادية وفي الرأي في أمور الدنيا ضرورة بشرية، ولا يمكن أن تخرج جميع البشر من خرط إبرة ولا أن تفرض عليهم رأيا واحدا. فلذلك التنوع في هذا مطلوب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا متفقين في كثير من المسائل الاجتهادية ولا في الآراء السياسية. انظر إلى ما أتى به أبو بكر رضي الله عنه من السياسات التي خالفه فيها أصحابه. هو أول من فكر في جمع المصحف، خالفه بذلك عمر بن الخطاب ثم زيد بن ثابت ثم رجعا إلى قوله. هو أول من رأى أن الخليفة لا يقود الغزو
وبقي هو في المدينة جالسا، وتبعه على ذلك أبو عمر ثم عثمان، ولم يخرج أبو بكر إلا في غزوة واحدة وهي غزوة وادي الحطب، ولم يخرج عمر إلا في غزوة واحدة وهي خروجه ليستلم مفاتيح بيت المقدس، ولم يقود عثمان غزوة. وعلي أيضا غزواته في الكفار في بلاد الطالقان وخراسان لم يخرج فيها بنفسه، وإنما أمر عليها زياد بن أبيه وغيره، فهو إنما قاتل داخل الأمة الإسلامية لاستتباب أمر الرعية. فهذه اجتهادات. يعني أنا أرجع إلى سؤالي، يعني قضية مثلا نشوف الحين أنه في حزب العدالة وحزب النور وحزب الأحزاب الإسلامية هذه اللي هي لها ذراع سياسي، وهي أساسا إما محسوبة على الأخوان أو على السلفية أو غيرهم، هل هذه يعني تدخل في الحديث الذي تفترق أمتي على؟ لا أبدا، هذه ليست فرقا، هذه إنما هي اختلافها ليس في الدين، إنما هو في الدنيا، في آراء. بس هم يقولون إحنا يعني مرجعيتنا إسلامية. كلهم مرجعيتهم إسلامية. كلهم مرجعيتهم إسلامية، وإنما يختلفون في التفاصيل التي لم يحسمها النص. يعني في أمور اجتهادية. في أمور اجتهادية، وأغلبها أمور دنيوية في السياسة. سياسة الرعية، هل هذا الأصلح أو الأصلح هذا، وهي أمور دنيوية قابلة لكل ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيها عن رأيه الدنيوي لصالح رأي الناس، وقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، لما أشار بعدم التأبير فطلع شيصا، طلع الثمر شيصا، فقال سأل ما باله فأخبروه، فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. لكن في بعض الفرق تقول أنه لا، هذه ليست الفرقة التي يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الفرقة الناجية والفرقة التي مثل ما أنا عليه وأصحابي، وهذه الفرق التي طلعت التبليغ، الإخوان، يعني هذه الجماعات، التحرير، هذه كلها هي ما تخالف المنهج السلفي الصحيح. ليس الحال بهذا الحزم والجزم في القضية. يقال هذه مدارس وآراء مثل المدارس السابقة كالمذهب المالكي والشافعي والحنبلي، هذه لم تختلف في أمور حسمها الدليل حسما قاطعا، يعني جزء من الاجتهاد السائغ. هي جزء من الاجتهاد السائغ. فلذلك قد يكون بعضها صوابا وبعضها خطأ، وقد يكون هذا الحزب مصيبا في بعض مخطئا في بعض، والآخر مصيبا في بعض مخطئا في بعض، ولا يمكن إقصاؤها جميعا، ولا يمكن أن تقول هؤلاء كل ما لديهم خطأ وهؤلاء كل ما لديهم صواب، ولا يمكن أن تقول هذا من الفرقة الناجية أو تقول أنا من الفرقة الناجية، فهذا تزكية، وقد نهى الله عن ذلك وقال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا يسوغ للإنسان أن يقول أنا من الفرقة الناجية، لأن هذا جزم بأنه من أهل الجنة، ولا يجوز أن يجزم لمن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين بالجنة، بل يرجى له ويخاف عليه. رواية كلها في النار إلا واحدة صحيحة؟ لا تثبت هذه؟ لا. ما ثبتت لدي أنا، قد تكون ثبتت لدى غيري، وبعض الناس ينكر هذه القضية، وهي قضية اجتهادية. أنا تتبعت الأطراف هذا الحديث فلم أجدها بأي إسناد معتبر لدى أهل العلم أثق أنا به. في الفترة الأخيرة بدأنا نسمع طعون في معاوية رضي الله عنه. أعوذ بالله. من يعني كانت مثلا في برنامج للشيخ أحمد الكبيسي في تلفزيون دبي في حلقة عارضة، وفيه من الناس من لا يمنهج لهذه ويضع لها حلقات كثيرة يتكلم عن الأخطاء التي تعرض لها معاوية، مثل الدكتور عدنان إبراهيم في يوتيوبات كثيرة. أريد أن أسألك عن هذه التفاصيل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. الآن وحصريا لدى مكتبة جرير أقوى العروض على آيفون 4S مجانا ل6 أشهر، 300 دقيقة، 300 SMS، 300 MMS، 3 جيجا بايت عند شرائك آيفون 4S. مكتبة جرير ليست مجرد مكتبة.
حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ محمد الحسن ولد الددو. سألته قبل الفاصل عن ما ذكره الدكتور عدنان إبراهيم وغيره. في أشياء يقولون يتحدثون عنها كثيرا، أنه مثلا في معاوية أنه من الطلقاء وليس من المهاجرين، أنه أكل الربا، شرب الخمر كما في قصة بريدة، قتل الحسن بن علي بالسم، يعني غير دية المعاهد وجعلها نصف دية المسلم، يعني أحدث وبدل، وقتل حجر بن عدي إلى آخره. هل هذه من وجهات النظر اللي هي وجهة نظر ومن الخلاف السائغ وعليكم أن تحترموها؟ لأنه لم نعتد، لأنه تعودنا أنه الشيعة تهاجم معاوية، لكن لم نعتد كثيرا أنه من أهل السنة من يتكلم بمعاوية وهو يقول أنه أنا شافعي أشعري. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الناس فيهم، فهم يزداد أجرهم وتزداد منزلتهم بهذه الطعون التي ليس لها في أغلبها ليس لها أي أصل. ولذلك ما ذكرته الآن من الطعون ليس على درجة واحدة، فمنه ما هو افتراء وكذب وليس له أي وجه يمكن أن يحمل عليه، وهو كون معاوية شرب الخمر أعاذه الله من ذلك. نعم. هذا ما له وجه بوجه من الوجوه. ثم كونه أكل الربا هذا مبني على اجتهاد منه، أنه اجتهد في مسألة وقد اجتهد فيها غيره من الصحابة ولم يظنوا أنها ربا، ولما عرف أنها ربا ترك، مثل بيع الصكوك وحديثها في صحيح البخاري، ومثل قضية بيع الحلي. نعم، احنا لو دخلنا في التفاصيل. نعم، أقصد أن هذه اجتهاد. نعم. ليس أن معاوية يحل الربا، لكن أنه يرى أن هذا ليس من الربا. هذا أمر عادي جدا، حتى المذاهب الآن كثير من المسائل يختلفون فيها هل هي من الربا. لكن هل تعتبر هذه وجهة نظر أنه مسموحة وعادية؟ لا، هذه مثلا من قال إن معاوية رأى أباح كذا وغيره رأى كذا، يقال نعم هذا لك الحق أن تقوله لا إشكال فيه، لكن أنه يقول أباح الربا هذا كذب عليه وافتراء. لا، هو يتكلم على يعني هو عنده سلسلة في إسقاط معاوية. هذا مثلا ربا عندك أنت وليس ربا عند معاوية. فلذلك لا يمكن أن تقول هو قد أباح الربا. لكن بماذا تفسر هذه الهجمة على هذه؟ يفسرها بأن الله يرفع بها درجته ويكفر بها عنه ويعلي بها مقامه، وهذه سنة الله في الصالحين. لكن مذهب أهل السنة، بالنسبة لمذهب أهل السنة أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يوالون جميعا ولا يعادون، وأنه يلتمس لهم أحسن المخارج، وأنه يظن بهم أحسن الظنون، وأن يمسك عن الخوض في ما اجتهدوا فيه، فلا يدخل في تفاصيله، وإنما يخوض في ذلك في البدعة. لكن مع ذلك نقول إن المشكلة هي الرجوع إلى أن الكثير من سلفنا لم ينقلوا لنا كثيرا من التفاصيل والإجراءات، فنقلت من طريق بعض الروافض وبعض الوضاعين الكذابين، فرآها المتأخرون ممن ليس من أهل العلم فاغتروا بها. فما ينقل عن معاوية رضي الله عنه، ومثلا قضية سم الحسن هذه قضية مختلقة كذب لا أصل لها. قضية قتل بسر بن أبي أرطاة لولدي عبيد الله بن عباس في اليمن هذه كذب لا أصل لها. هذه كلها روايات وضاعين معروفين، مثلا نوح بن أبي مريم أو أبو مخنف لوط الرافضي، فرواياتهم غير مقبولة، وهم وضاعون كذابون عرفتهم الأمة في تاريخها كله. وكون بعض القصاصين أو حتى بعض المشتغلين بالتاريخ من أهل السنة قد يقولون ذلك، يبرؤون منه عندما ينسبونه إليهم، كابن كثير وابن جرير. لكن هو الشباب يعني الفكرة التي يقوم عليها الدكتور عدنان أنه الشباب تحت سطوة العقل الجمعي وضحية لمدرسة التلقين التي تمارسونها، وهو يريد أن يفك الأغلال عن هذا العقل، ويريد أنه الشباب أن تعمل عقولهم. سؤاله واحد. نعم. يقال أنت خير أم معاوية وأبي سفيان؟ نعم. ما أدري شو بيجاوب صراحة. فإذا زعم أنه هو خير منه يقال هذا طريق إبليس قبلك، فقد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وإذا قال هو خير مني فقل إذا أنت تقر على نفسك بكل هذه الأفعال وبشر منها. فلذلك لا يمكن أن نأتي إلى من قد قدموا إلى ما قدموا وانتقلوا إلى الدار الآخرة قبل أكثر من 1300 سنة. لكن لماذا نحن نجتر معارك الماضي ونجعلها؟ نعم، هذا هو الجواب الثاني. نعم. وهو ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بذكرها ألسنتنا.
وهذا هو المنهج الصحيح. هذا هو المنهج الصحيح. لكن مع ذلك حتى لو جاءوا بأي تفصيل، هذه التفاصيل التي يقعون عليها لن يأتوا بشيء جديد فيها، وكل ما يأتون به موجود وقد وقع عليه أهل العلم ونقلوه في كتبهم منذ بداية التدوين. يعني أنت تقول أنه نحن لن نتعرض، لكن لو جابوا هذه الشبهة نحن نرد عليها بالتفصيل. موجودة ومردودة بالتفصيل. نعم. لكن أيضا هناك أشياء أخرى، مثلا هو يقول أنه لا يؤمن بعودة عيسى. كونه معاوية من الطلقاء معناه من الذين آمنوا يوم الفتح. طلقاء هذا الاصطلاح أيضا الراجح فيه أنه يطلق فقط على 80 الذين أسروا أطلقهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الطلقاء، وإطلاقه على جميع مسلمة الفتح من الذين لم يعتقلوا أصلا ولم يؤسروا إنما هو توسع في الاصطلاح. نعم. مسلمة الفتح لا يلحقون بالمهاجرين والأنصار مثلا في المزية في السبق في الإسلام، لكنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزلهم منزلتهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعضهم على بعض الذين سبقوهم. نعم. هو الوقت في نزوله لن يسعني يا شيخ. في نزوله بمنى جعل مقدمة المسجد للمهاجرين والأنصار ووسطه لمسلمة الفتح ومؤخرته للأعراب. هو لن يسعني الوقت لأخذ التفاصيل كاملة والرد عليه لأنه هذا الوقت يضيق، لكن هو أنا أعطيك بشكل عام. مثلا عنده يقول أنه هو عيسى بن مريم هو توفاه الله ولم الذي يؤمن به أهل السنة بقضية أنه رفعه الله إليه وسيعود مرة ثانية، هو يقول لا، لن يعود عيسى بن مريم وهو مات ومثله مثل الأنبياء الثانيين. بالنسبة لهذا النوع إذا كان صاحبه من أهل العلم ونحو ذلك يكون قد ارتد لأنه كذب النصوص الصريحة الصحيحة، لكن إذا كان من غير أهل العلم ومن الجهال والمتخبطين فيمكن أن يلتمس له العذر في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وهذا دليل على أن نزول المسيح ابن مريم علم للساعة، في القراءة الأخرى علم للساعة معناه شرط من أشراط الساعة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر نزول المسيح ابن مريم حكما عدلا في آخر الزمان. وأيضا في قول الله تعالى ويتلوه شاهد منه في سورة الهود، ويتلو محمدا صلى الله عليه وسلم شاهد منه أي من أتباعه وهو المسيح ابن مريم عليه السلام. فهاتان آيتان في كتاب الله ومعهما عدد هائل من الأحاديث الصحيحة ثابتة في نزول المسيح ابن مريم. وكون آية آل عمران فيها إني متوفيك رافعك إلي، أولا دلالة اللغة لا تقتضي الموت هنا، لأن إني متوفيك هذا اللفظ يدل على الاستقبال، ولم يقل إني توفيتك، ولم يقل توفاه الله، يعني متوفيك إني متوفيك. فهذه إن واسمها ضمير الله سبحانه وتعالى وياء المتكلم، ومتوفيك خبرها وهو وصف دال على الاستقبال. وفسرها أهل العلم من أهل السنة بأن المعنى أن منهن رسالتك إلى أهل الأرض، فلو نزل في آخر الزمان لم يأتي على أنه صاحب رسالة جديدة بل يأتي مجددا. لكن ليش ما نقول أنه اجتهاد؟ ليش نقول أنه ردة زي ما تفضلت فيه؟ لأن الآيات في هذا آيتان من كتاب الله والأحاديث كثيرة جدا، وأهل العلم من أهل السنة مجمعون عليه، فلا يمكن حتى في الردة هو يقول أنه لا يقتل، ما في شيء اسمه حد الردة إلا إذا كان محارب، لكنه واحد تبنى فكر معين أو كذا وخرج على الإسلام لا يقتل. هذا النوع ليس هو أول من قال به، قاله غيره، لكن ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عدد من الناس من الذين ارتدوا حتى ولو تابوا، لأنهم فعلوا أمورا أخرى من محاربة الله ورسوله تقتضي ذلك. إنكار ظهور أيضا المهدي والمسيح، هذا أمر دون ذلك، ليس مثل نعم. نزول المسيح ابن مريم. فالمهدي لم يأتي في القرآن إلا على القول بتفسير ويتلوه شاهد منه أنه المهدي، وقد ورد فيه 1050 حديثا ولم يصح منها إلا 4 أحاديث. فلذلك المهدي حق، وهو رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة يخرج على حال فرقة واختلاف عند موت خليفة وقد امتلأت الأرض جورا فيملأها عدلا، وفيه 4 أحاديث صحيحة. ولكن لم يرد له ذكر في الصحيحين إلا حديث واحد ليس صريحا، وهو إمامكم منكم عند نزول المسيح ابن مريم. فإمامكم منكم فسرها أهل العلم بأنه المهدي، لكن لم يرد ذكر المهدي في الصحيحين، ولم يرد له ذكر في القرآن إلا هذه الآية في سورة الهود على القول بأن تفسيرها ليس المسيح ابن مريم. فلذلك خالف بعض أهل السنة مثل الشيخ
عبد الله بن زيد آل محمود، فاعتمد على حديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف، حديث في إسناده الجندي وهو لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وهذا الحديث ضعيف لكن اعتمد عليه فهو متأول. طيب ليش ما نقول انه متأول؟ لأنه حتى محمد عبده ورشيد رضا ومحمد الغزالي وابو زهير يعني كانوا يتكلمون بعيسى بن مريم، يعني نفس الوضع، كانوا يعني ينكرونه، هذا بكلام الدكتور عدنان. لكن ذكرنا أن عيسى بن مريم نزوله ثبت في ذكر آيتين من كتاب الله وفي عدد كبير من الأحاديث الصحيحة المتواترة، والمهدي ليس كذلك، لكن مع ذلك ثبت ذكر المهدي في 4 أحاديث. نعم. على طاري الأحاديث، فلذلك كثير من العلم السابقين لم يلوموا كثيرا من لم يثبت حادث المهدي، وقال بعضهم حادث المهدي صريحة غير صحيحة وصحيحة غير صريحة، وهذا ليس على إطلاقه، بل ذكرنا أن 4 أحاديث منها صحيحة صريحة. في الحديث هو يتكلم عن قضية أنه أحاديث الصحيحين أنه فيها أحاديث كذب وفيها أحاديث فيها خرافة، فلا نسلم في قضية صحة كل ما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. بالنسبة لهذا الكلام لا إطلاقه هكذا لا يمكن أن يقبل بوجه من الوجوه، فإن الأمة جميعا متفقة على أن هذا الكتاب اسمه الصحيح. نعم. وتسميه بالصحيح، وكونه تدورك عليه بعض الأشياء القليلة جدا وأجيب عنها لا يمنع ذلك صحته، وكذلك في صحيح مسلم. فالدارقطني من أحفظ علماء الأمة في تاريخها كله، وقد حاول أن يستدرك على الصحيحين فما وجد إلا أقل من 20 حديثا، وأيضا رد عليه في 20 هذه. نعم. وابن الجوزي مع أنه توسع جدا جدا في الموضوعات لم يضع في موضوعاته إلا حديثا واحدا في صحيح مسلم، ولم يجد أي حديث آخر يستطيع أن يضعه، ومع ذلك رد عليه الناس ردا بليغا. وكون الصحيحين فيهما في أساندهما مثلا حوالي 206 رجال ممن تكلم فيهم، وكون بعض أحاديثهما فيه بعض العلل سواء كان في العمل أو غيره، فهذا لا يمنع صحته. نعم لدينا بعض الأحاديث في الصحيحين معللة من ناحية العمل أو في أحدهما، مثلا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، لفظ فليرقه في صحيح مسلم، لكنه معلل من ناحية العمل، والعلة في إطلاقها العام لا تنافي الصحة. نعم. فيمكن أن يقال هذا حديث صحيح معلل. دكتور محمد البراك قال بعد أن رأيت عدة مشاهد لعدنان إبراهيم تبين لي أنه زنديق لا يحترم النصوص الشرعية ويريد إخضاعها لهواه وأهدافه الخبيثة، ولذلك لا تصح الصلاة خلفه. كلمة زنديق يعني هذا الوصف والتهجم، هل أنت بالنسبة للزنديق صعب جدا أن تحكم بها على إنسان لم تلقه مباشرة ولم تعرف شأنه. فالذين حكم عليهم بالزندقة في أيام المهدي أتي بهم وحكموا وفتشت بيوتهم، والزندقة معناها النفاق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه مسكوتا عنهم لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. نعم. من ظهر عليه النفاق بعد العصر النبوي وبعد أن زالت يعني من الصعوبة نعم من الصعوبة أن تقول فلان زنديق مثلا أو تحكم عليه بالزندقة، لأن الزندقة معناه أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والله هو المطلع على السرائر ونحن ننظر إلى ظواهر الناس فقط. نعم. ولذلك قال عمر إنما الوحي أمر قد انقطع. وش اللي يظهر لك أنت في هالحالة؟ قال عمر إنما الوحي أمر قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. نعم. فلذلك أقول إن الحكم بالزندقة على أي إنسان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الخمسة إلى القبلة حكم فيه صعوبة. نعم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج قيل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل المنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. وهذا عدل الصحابة رضوان الله عليهم. قد أخرج البخاري كذلك في الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما سئل عن إمام الخوارج الذين قتلوه في الشهر الحرام في البلد الحرام، فقيل إنك إمام عدل وهؤلاء إمامه إمام بدعة وهم يصلون فنصلي معهم، قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. هل طلب منك المناظرة وأنت اعتذرت أو تراجعت، ولو طلب منك المناظرة؟ أبدا، أنا ما لي أي صلة بعدنان، ما اتصل بي ولا اتصلت بي. لكن لو رتب مناظرة لنقاش، أنا ما عندي مانع من أي نقاش علمي. أي. ما عندي مانع من أي نقاش علمي مع أي أحد.
ومع عدنان تحديدا ليس مع عندكم؟ أي أحد، مع أي أحد حتى ما ولو فيهم كان عدنان. بابا، لكن بشرط أن يكون الإنسان في مناظرته فائدة لأمر العلم وأمر الدين. وأنت تشوف أنها لأن فيها مثلاً إذا فائدة كان- لأنه إذا كان فيها يعني مشاهدات عالية هذه الخطب وهذه المحاضرات. هذا الأمر يرجع إلى حال مثلا إذا كان الناس يريدون سماع الحق ربما سمعوه من غير حاجة إلى نعم. مناظرة. نعم. سأنتقل معك إلى الأيام السبعة ورؤية سريعة إلى أبرز ما حدث في الأيام السبعة. الأيام السبعة. السعودية ترفض ابتزاز القاعدة. استبعاد 10 مرشحين من سباق الرئاسة المصرية. السودان يعلن العداء للجنوب. مراقبون دوليون يخلفون المراقبين العرب في سوريا. مفتي مصر يزور القدس. حسابات المشاهير في خطر. منع البويات والإيمو من دخول المدارس. الأيام السبعة. حياكم الله من جديد في الجزء الثاني من برنامجنا مع ضيفي الشيخ محمد الحسن والجدة. القاعدة تتبنى اختطاف القنصل السعودي، نائب القنصل. نعم. نائب القنصل. نعم. لا، القنصل السعودي نائب السفير اللي هو عبد الله الخالدي، وتطالب بإطلاق المسجونات والمسجونين وتسليمهم لليمن وفدية مالية، وظهرت تسجيل في هذا. أنت كيف تنظر إلى عمل القاعدة، وهل هو عمل شرعي وجهاد في سبيل الله؟ لا، بالنسبة لاختطاف المؤمنين وترويعهم لا يحله أي شرع ولا أي عقل، لأن الخالدي مثلا لو قدر أن القضية قضية الخلاف بين دولتين أو قتال بينهما، هل الخالدي اختطف أحدا أو قتل أحدا؟ هل له أي علاقة بأي جناية يطلبونها منه؟ فمن المجمع عليه نعم. أن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فحكى عن يوسف عليه السلام أنه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، فسمى الله هذا ظلما في محكم كتابه. نعم. فلذلك هذا من الظلم البين ومن الابتزاز الذي لا ينبغي ولا يحل. فالإنسان إذا كان مظلوما في قضية معينة وادعاها فليرفع إلى القضاء أو ليبين مظلمته، ولا يطلب إلا من ظلمه، ولا يتعدى ذلك إلى غيره. القتل أو لأنهم تكلموا، هم قالوا ممكن نقتله، جهزوا السكين وممكن نفجر سفارة، ممكن نقتل الأمير. هل هذه الأعمال تجوز؟ أبدا. كيف تجوز؟ هل يمكن أن يقول مسلم أن استباحة دماء المسلمين يمكن أن يبيحها أي شرع أو أي عقل، أو حتى ما أظن أن العاقل يمكن أن يصدر منه مثل هذا. نعم. بالإطلاق، لأنه إذا كانوا يعرفون أنه مسلم ومن دولة إسلامية ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يمكن أن يستباح دمه إلا على طريقة الخوارج التي سبقت. هم أقرب إلى طريقة الخوارج. هذه القضية ما عملها في الإسلام إلى الخوارج، هم الذين أخذوا عبد الله بن خباب الأرت وأرجعوه على شاطئ النهر. نعم. وذبحوه حتى استطال دمه حتى قطع النهر، ومع ذلك تورعوا من ظل نخلة لرجل يهودي. فدعاهم اليهودي فقال أعجبا لكم تتورعون من ظل نخلة لرجل يهودي وتقتلون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحا بالسكين. نعم. بإجابات سريعة. استبعاد 10 مرشحين من سباق الرئاسة المصرية، أنت تشوف أنه الإسلاميين المفروض يتوافقوا على من بعد استبعاد هؤلاء الثلاثة؟ بالنسبة للإسلام منتصر في مصر وغيرها، ومن يقف في وجهه أو يريد الوقوف في وجهه فهو المدحور والمهزوم. والإسلام منتصر حتى ولو لم يولد خيرة الشاطر ولم يولد حازم أبو إسماعيل، ولو مات ومات غيرهما، لو مات كل السلفيين وكل الإخوان المسلمين سينتصر الإسلام في مصر وفي غيرها، سواء أبعد هؤلاء أو لم يبعدوا. وإبعاد هؤلاء إنما هو محاولة لسرقة الثورة والانحراف بها عن مسارها. ولذلك التهم التي وجهت هي تهم تافهة جدا. فكون أمي حازم جنسية أمريكية قد أخذت جنسية مزورة أمريكية،
هذا لا علاقة له بحازم وليس وأيضا إثباته صعب جدا، لأن وزارة الداخلية المصرية لم تجد أي وثيقة تثبته. يعني أخذوا من وزارة الخارجية الأمريكية. من يتوافقون عليه؟ يعني أنت مرشحين الباقين، يعني في اسم أنت تقول هو الأفضل من بقية الأسماء؟ بالنسبة للشعب المصري لن يختار إن شاء الله ما يعيده إلى الدائرة التي كان فيها. لا يمكن أن يختار ما يعيده إلى مثل النظام الجائر الاستبدادي الذي خلصه الله منه، وإنما يختار التغيير الذي يقتضي اقترابا إلى منهج الله ورسوله والعدل والإنصاف الذي لا يقصي ولا يبعد ولا يؤدي الحقوق إلى المسلمين وإلى المسيحيين وإلى جميع الناس. هل تؤيد الزيارة الجدلية اللي قام فيها مفتي مصر إلى القدس؟ لا. لماذا؟ القدس محتلة تحت الآن. هم دخلوا، ترى ما دخل تأشيرة إسرائيلية، ودخل عن طريق الأردنيين. الأردنيون هل يسيطرون الآن على القدس؟ يدخلون من شاء ويمنعون من شاء؟ إذا كان كذلك وش المشكلة لو طيب؟ هذه مشكلة، هذه تكون الحمد لله معناه أن القدس تحرر وأصبح. لا، القدس ما تحرر، لكن إيش المشكلة إنه لو زار القدس؟ زار معناه اعتراف بالسلطة القائمة التي تضع يدها على القدس، وهي محتلة غاصبة ظالمة فاجرة وتقتل أهل مدينة القدس وتغتصب أرضهم وتدوس مقدسات الأمة الإسلامية. والواقع أن مشاعر الأمة أيضا لا ترضى بهذا النوع من التطبيع. لا بد أن نراعي مشاعر أمتنا حتى لو كان الأمر في أصله جائزا، ولكن كان مثيرا لمشاعر أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا ترضى أبدا باحتلال المسجد الأقصى، ولا ترضى بقيام الدولة لبني إسرائيل في الأرض المقدسة المباركة التي هي مهاجر الأنبياء ومهاجر المسلمين في آخر الزمان، وهي أرض الرباط وأرض الأرض المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا التصرف مشين، ولا ينبغي للعلماء العاملين ولا ينبغي للذين ينتصبون للإفتاء بين المسلمين، فهم قدوة وإسوة وهم مسؤولون عن تصرفاتهم وسيقتدي بهم من وراءهم، فلا ينكر حينئذ لو جاء سياسي أو وزير خارجية أو غيره، فهؤلاء ليسوا من أهل الفتوى، فإذا جاءوا فلن يستنكر الناس ذلك بعد زيارة المفتي. مجموعة من الأسئلة يريد أن يسأل، لكن الشارع هذه الأسئلة. الشارع يسأل. الشارع يسأل. يا ريت لو حدثنا الشيخ عن نشاطاته في موريتانيا. أين يقيم الشيخ الددو ولماذا لا نشاهده باستمرار؟ هل يوجد عبيد للبيع والشراء في موريتانيا؟ يا ريت يحدثنا الشيخ عن زيارته لحارس الحجرة النبوية. هل مكان العلماء في البرلمانات أو في المساجد؟ الشارع يسأل. حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ محمد الحسن ولد الددو. أنا أريد أن أبدأ بالسؤال الثالث اللي أثار انتباهي، إنه هل يوجد عبيد للبيع والشراء في موريتانيا؟ يعني دائما في الدروس العلمية أو كثيرا يعني يتكلم إنه الرق خلاص انتهى في الإسلام وإنه مو موجود. بعض الناس أو بعض اللي يشرحون يقولون لا، وهناك في حالات الآن الرق ممنوع حتى بالنسبة للدولة الموريتانية، لكن يوجد حالات غير معلنة في موريتانيا لبيع وشراء وتحرير الرقاب. هل هذا فعلا موجود بحكم أنك أنت من موريتانيا؟ بالنسبة للنظام الموريتاني من أيام الاستعمار إلى زماننا هذا يمنع البيع والشراء بالنسبة للرقاء، وبعد ذلك جاء اعتاق الرقاء من طرف الدولة، وبعد ذلك جاء قانون تجريم التعبيد وهو القانون المعمول به الآن في موريتانيا. فلذلك القوانين صريحة، والعمل بهذا إنما هو مجرد إثارة فتنة لقصد حصول خلاف بين الموريتانيين أو لإراقة الدماء. لكن على أرض الواقع هل فعلا هذا موجود؟ لو ممارسات فردية لو قدر أن فيه ممارسات فردية، لا أنا بيك خبر يعني مش لو قدر. أنا لست من المحققين في هذا الأمر ولا من المتخصصين له، لكن لو قدر أو وجدت ممارسات فهذه الممارسات الآن هي مدعاة لإثارة الفتنة والمشكلات ولا يقرها أحد في البلد. فلذلك لا يوجد على الواقع ولا في هو سؤالي هذا هو، لا أتكلم عن التجريم ولا يقره وما يقره، هل هو موجود ولا لا؟ لأنه حتى رئيس التحرير قدم هذا يحتاج إلى أن يذهب يتكلم إنه أحد الناس أهدى له أمة من موريتانيا، يعني هل هذا صحيح؟ ما أدري، يسأل عنه من قاله. لا احنا نسألك بما أنك أنا بالنسبة لي ما شاهدت شيئا من مثل هذا النوع، ولا أهدى إلي أحد أمة. طيب أنت أنشأت في 2007 جامعة إسلامية على غرار الأزهر تسمى مركز تكوين العلماء. أنا ودي تحدثني عن هذا المركز. بالنسبة لهذا المركز ليس جامعة ولا هو آخذ بالطريقة الجامعات،
كيف؟ فكرته أننا وجدنا أن الأمة الإسلامية رصيدها الحقيقي العلماء الربانيون، فهم الموقعون عن رب العالمين، وهم مراث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم مهددون بالانقراض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ووجدنا أن المدارس النظامية لا تخرج علماء، وأن المدارس الأهلية والطرق القديمة والحلقات في المدارس وفي المساجد وغيرها لم تعد الآن على أدائها الذي كانت عليه. فأردنا أن نقيم مركزا علميا شرعيا عالميا مستقلا، وهذه رسالته. 17 سنة فعلا. نعم، يدرس به لسان 17 سنة ولا يدخله إلا من يحفظ القرآن بقراءتين على الأقل. يعني 17 سنة بعد حفظ القرآن. بعد حفظ القرآن بقراءتين. نعم. وبعد إدراك مبادئ العلوم الشرعية. لا، أنا عند الموريتانيين ملكة الحفظ، وهذه تشوفها بكثرة. إيش السر؟ هل هي منهجية يعني أنت تشوفها معتمدة؟ لا، بالنسبة للبشر جميعا من نفس واحدة، وخصائصهم متقاربة، وإنما يختلف الحفظ باختلاف استغلال شريط ذاكرة. فمن استغله فيما هو نافع حفظه، ومن لم يستغله. وش الأشياء اللي أنا أعرف أنه أنت ما شاء الله عليك فيه مجموعة من الأحاديث تحفظها بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينك وبينه يمكن 20 رجل أو أقل أو أكثر. تذكر لي شيء من هذا؟ نعم، بالنسبة للإسناد من خصائص هذه الأمة، ولا بد من الحفاظ عليه. ونحن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسانيد هي التي نروي منها كلامه، وهي التي وصلت إلينا منها سنته، ونحافظ عليها ونورثها أولادنا وطلابنا. تذكر لي حديث من هذه الأحاديث بالسند. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحدثك وأحدث المشاهدين بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. اللهم صل على محمد. أنا سوف أختم بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن أجيب فقط على سؤال أعجبني. في أحد المشاهدين الذين رأينا أسئلتهم سأل: هل مكان العلماء المساجد أو البرلمانات؟ والجواب أن مكان العلماء كل هذه المكاتب والمساجد والبرلمانات، وكل مكان يصل إليه حكم الله، فمكان العلماء حيث حكم الله. نعم. فإذا كان السائل يتوقع أن البرلمان لا يطوله حكم الله ولا يمضي فيه حكم الله، فهذا التصور غير صحيح. يعني العالم يوجد في المسجد وفي البرلمان وأينما وجد حكم الله. وأينما وجد حكم الله. نعم. مهمته بيان حكم الله في أي مكان وجد. شكرا لك شيخ محمد. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ محمد الحسن ولد الددو أنه يقول: مستعد لمناظرة الدكتور عدنان إبراهيم. السلام عليكم. مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد. بعد قليل برنامج أيها الإنسان مع الدكتور علي العمري.